بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة. قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. إذا للخط أهمية كبيرة، ويجب على غالبية الدارسين والطلبة في المدارس وكل الأفراد إن هم يكتبوا خط يكون على الأقل مقروء، لكن احنا بنشتغل إلى حد ما بطريقة متخصصة شوية، وبرضه استكمالا وبناء على طلبات بعض السادة الزملاء أو المشاهدين، برضه هم متمسكين شوية بالخط الكوفي. يمكن هو خط ما هوش دارج في كتابته، ولكن في ناس بتحب تعرف كيفية كتابة هذا الخط، ولكن برضه بدون الدخول في تفاصيل كثيرة. احنا المرة السابقة عملنا حرف اللام وعرفنا ازاي بيتعمل وكيفية اتصاله او كيفية الحالات بتاعة هذا الحرف، الحالات الأربعة. احنا قلنا الحرف 4 حالات، معانا 6 حروف لهم حالتين، وتكلمنا في هذا الأمر كثيرا، برضه بدون الدخول في تفاصيل كثيرة. احنا النهارده هنشتغل حرف الفاء، وبنذكر حضراتكم ان هو حرف الفاء في الخط الكوفي الفاطمي. نبدأ مباشرة، يلا بينا. إذا هنبدأ، واحنا قلنا ان احنا هنعمل حرف الفاء. يمكن انا عملت بعض الاعدادات البسيطة على السبورة على اساس ان احنا برضه نحاول بقدر الامكان ان احنا نختصر شوية في الوقت بقدر المستطاع. لكن علشان نبدأ نعمل حرف الفاء، احنا كان في تسطيرة معينة. التسطيرة قلنا ان هي عبارة عن ما يسمى بصلب السطر، اللي هم الخطين دول مع بعض. الخطين دول مع بعض لو جبنا مسطرة كده، المسطرة ديت كده على بعضيها هي صلب السطر. الحرف اللي فوق اسمه، تكلمنا في هذا الامر ولكن برضه احنا بنزيد، مفيش مشكله. يبقى المسطره على بعضيها صلب السطر. الحرف اللي فوق اعلى صلب السطر. الحرف الاسفل اسمه اسفل صلب السطر. المقدار ده العرض ده عندي 8، تحتيه 4، تحتيه 8. اخر سطر في التسطير اسمه اقصى نزول، على بعد من اسفل صلب السطر، من هنا كده لغايه فوق. السطر اللي فوق خالص بنسميه اقصى ارتفاع. دي تسطيره قلنا انها ما بتتغيرش، بيتعمل على جميع حروف الخط الكوفي. لكن ندخل برضه في الامر مباشره. يبقى انا عشان نعمل خط بدايه هنحط المثلث بتاعي عشان تبقى الدنيا مظبوطه برضه بقدر الامكان. اهو هنعمل خط كده بسيط خالص اهو، ما نتجلش عليه بالشكل ده كده، عشان الخطوط دي بتبقى خطوط مساعده. من خط البدايه ده انا هناخد منه مقدار 64 مللي. يبقى انا هجيب برضه المسطره بتاعتي اللي انا اساسا مجسمها اهي 64 مللي. من هنا ادي ال 64 اهي 64 لغايه السهم ده 64 مللي. طبعا هنا العمليه مكبره شويه بس للشرح اهو. يبقى لغايه هنا كده برضه عشان دي القاعده بتاعت حرف الفاء لغايه هنا اهو. نزلنا كده يبقى من اول هنا. لو جبنا برضه المسطره مره كمان اهي لزياده بس في الوضوح، احنا بنحاول نشتغل في حاجتين متعاكستين، اللي هي بيان الشرح بشكل مفصل، وايضا السرعه الى حد ما حتى لا نستغرق وقتا طويلا. المهم من خط البدايه الى خط النهايه لغايه هنا الكلام ده اهو 8 مرات في السمك ده. السمك ده اسمه السمك، عرضه 8، يبقى 8 في 8 يساوي 64 ملي متر. لو من اول هنا لحد هنا واحنا دول خدناهم خلاص. طيب يبقى هنسيب المسطره بتاعتي، نبدا نمسك في المثلث مره كمان او اي حاجه لكن انا عندي برضه مسطره صغيره متقسمه. برضه انا عرضت على حضراتكم الكلام ده اكتر من مره. يبقى عندي 8 4 8 من السهم لحد هنا 20، من السهم لحد هنا 24،
من السهم لحد هنا 28. يعني ديت حاجات بسيطه انت ممكن تعملها برضو عندك في على ورقه صغيره كده ولا حاجه. المهم هناخد فوق هنا اهو يبقى 8 4 8 بناخدهم في اي مكان تاني علشان بس الخطوط بتاعتي تطلع منتظمه ما تطلعش الى حد ما فيها يعني درجه ميل من ناحيه اكتر من ناحيه. يبقى ادي 8 خط مساعد خفيف، ادي 4 مللي طبعا عندك اهي، وادي 8. يبقى من خط البدايه ده مشيت 8 4 8. طيب من اعلى صلب السطح ده على بعض الحتتين مع بعض اسمه اعلى صلب السطح، من اعلى صلب السطح هنطلع ايه؟ هنطلع اهي، هنطلع الاول كده اهي 4 وبعدين 8 نكررهم تاني يبقى برضو ادي 4 وادي 8 وبعدين ننتهي ب4. يبقى طلعنا ايه؟ 4 8 4 8 4 بناخدهم في الناحيه الثانيه اهو. يبقى برضه عندي 4 8 4 رغم ان انا عامل اعدادات لكن برضه بنحب ان الشرح الى حد ما يكون برضه يعني ايه بقدر الامكان واضح، لان طبعا احنا بنحاول ان احنا نعمل اي حاجه قدر استطاعتنا، فبنحاول بقدر الامكان ان انا حتى لو انا عامل بعض الاعدادات الا اني بنحب برضه نعمل قدام حضراتكم كيفيه يعني الاعداد لكتابه الحرف. نخش نبقى هنا هنوصل اهو، يبقى عندي ادي 4 اهو وادي 8 مللي طبعا بنذكر، يبقى 4 و8 وبعدين بنطلع فوقيها 4 اهي وبعدين نرجع نطلع تاني 8. يمكن في البدايه كده هنلاقي خطوط متعدده كثيره، ولكن هو دي بنسميها خطوط مساعده يعني بتساعدني في عمل الحرف. المهم انا هنيجي في الجزء ده اهو هنعمل ربع دايره بدايره 20. لو عندنا المسطره ده بنعملها بيه، لكن انا بنحاول برضه ناخدها بالايد كده. اولا انا عندي هنا مربع، انا كان عندي هنا 8 4 8 وهنا كنت طالع 8 وبعدين 4، يبقى اذا المربع ده اللي انا عايز نقول ان هو طول ضلعه 4 مللي. انا هنعمل فيه ربع دايره كده، عملتها بايدك مفيش مشكله، عملتها بمسطره الدوائر يبقى بدايره 8 تاخد ربعين. هننزل بالجزء ده كده وبعدين هناخد دي كده اهو، الحته دي كده بتمثل ربع دايره. الحته دي من اول هنا لغايه هنا ممكن تعملها بربع دايره 24. يبقى انا كده بنحاول نعمل اللي هي راس الفاء. هنيجي هنا الفاء لها راس اهي، انا بالوقت بنحاول نبين الشكل الى حد ما بعض الشيء اهو ودي برضه بتتقفل كده هنا اهي. دي بننزل بيها لغايه تحت هنا لغايه اسفل صلب السطر، يبقى من فوق هننزل لغايه هنا كده. الخطين الحمر دول او البامبا دول هم صلب السطر، وبعدين هنبدا هنا ناخد هذا الجزء كده على بعضه الاول بس عشان نكملها مره واحده. انا قلنا من هنا لغايه هنا 64 مللي، من ال 64 دي هنخش جوه 8. احنا مع بعض واحده واحده اهو، هنخش كده جوه 8 منهم دخلنا لجوه 8. يبقى اذا الشويه دول اللي احنا دخلنا بيهم اهو كده دول 8 مللي دخلنا بيهم لجوه. هنطلع اعلى صلب السطح 4 مللي لغايه هنا اهو، يبقى احنا طلعنا كده 4 بس عشان نعمل ترويسه في الجزء ده كده اهي. من هنا هننزل هنا وديت هناخدها بقوس كده صغير نطلع بقى هنا كده اهي، نوصل بالشكل ده برضه كده اهو. دي بدي وناخد اللي هي
الجزء الاسفل كله على بعضه بهذا الشكل. الجزء ده كده برضه عشان نبقوا مع بعض فيه اهو، والجزء ده نزل كده. يمكن مش واضحه، يلا بينا نحاول ان احنا نزيد في الوضوح بتاعها شويه. يمكن لو اشتغلنا باللون الاخضر ده يمكن تبان معانا، ان شاء الله تبان اهي بالشكل ده كده. بننزل كده اهو. يبقى انا عايز اقوله ان الخطوط البيضاء كانت خطوط مساعده. الخطوط اللي هي الخضراء دي هي انا بنبين بقى الحرف بشكل اوضح اهو كده اهو. ناخد برضو الجزء ده اهو. احنا بس بنحب نبين ان احنا كنا عملنا خطوط مساعده، اما الخطوط الخضراء ديت فهي خلاص عشان الخطوط البيضاء تستنى زي ما هي كخطوط مساعده، ودي بتستنى لو حضرتك في امتحان او شيء. اما بتعمل يعني لوحه بالخط الكوفي او حاجه، طبعا الخطوط دي بتنشال خالص. واحنا برضه ان شاء الله هنحاول نكتب لحضراتكم في وقت كده معين برضو كلمة على بعضها بالخط الكوفي، بس هي تحتاج وقت ممكن نكتبها على مراحل أو على عدة مرات، يعني عشان برضو في كل مرة ما نطولش أكتر مما ينبغي. المهم إن إحنا هنلون بقى أهو، هنظلل لزيادة بيان شكل الحرف. يبقى ده حرف الفاء. بس طبعا واحد يقول لي يا عم فاء ازاي؟ انت ازاي بتقول على ده فاء؟ امال فين النقطه بتاعتها؟ يا عم النقطه سهله اهي. هتجيب مسطره الدوائر، ممكن بدايره 6 دايره 7 دايره 8 بنحط النقطه بتاعتها بهذا الشكل. يبقى بس انا عامل الورقه اللي هي فيها شكل دائري ده بهذا الشكل اهي. للبساطه انت عندك طبعا مسطره الدوائر خلاص اهي. تعالى نلونها اهي. يبقى ده كده حرف الفاء، ولكن احنا لسه ما خلصناش مع بعض، بس سنه صغيره كده. حرف الفاء بهذا الشكل بالنقطه بتاعته مفرد، يعني لوحده. زي ايه المثال؟ احنا كاتبين حرف الفاء مفرد زي كلمه اشرف، وبما انها خضراء يبقى المقصود هو هذه الفاء اللي هي ما انشبكتش بحاجه، لذلك بنقول عليها فاء مفرده، حرف مفرد لوحده. طيب لو حرف الفاء ده هو مبتدئ، يعني في الاول بس انشبك فيه حرف، احنا ما بين الحرف والحرف اذا كنا قلنا السمك 8 فهو بيبقى نص سمك يعني 4. فاذا لما نيجي انا نوصل حرف الفاء ده بحرف بعديه يبقى هيكون بهذا الشكل. نجيب برضه المثلث بتاعي عشان نداري بيه اهو كده، ونسيب من هنا 4، نجيب حتى لون تاني اهو. ولنفترض لا عايزين لون يكون مخالف شويه، مثلا هنجيب حتى البرتقالي هذا اهو. يبقى انا هنا فرضا لغايه هنا كده اهو، ومن هنا كده الجزء ده بنعمله بهذا الشكل اهو. يبقى لو هي مبتدئه او حرف مبتدئ يعني في الاول وهيتصل بحرف تاني، يبقى منطقه الاتصال دي منطقه الاتصال. يبقى ده حرف اسمه مبتدئ هيتصل بحرف بعديه، زي كلمه فن ممكن نوصل بقى بعد كده مثلا فيها ايه؟ انه فن، فاروق، اي حاجه يعني. طيب فادي اي شيء. طيب لو هو وسطي يعني في النص، لو حرف الفاء في النص يبقى هيتصل من هنا اهو، مالناش دعوه بالباقي، هيتصل من هنا ويتصل من هو هنا في النص. وان كان في اشكال ثانيه للفاء الوسطيه ممكن ان احنا نبدا نتطرق اليه، بس احنا بنحاول نلم الامر بشيء مبسط، وبعدين بعد كده نخش في التفاصيل اذا احيانا وحياكم الله وربنا يديكم الصحه. ويعني كان برضه بالمناسبه بنقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده
نص شعبان. فاذا يعني كل سنه وانتم طيبين بمناسبه نص شعبان، وان شاء الله يعني نكون ملتقيين اكتر ان شاء الله في شهر رمضان، فكل عام وانتم بخير. المهم نكمل. يبقى احنا وصلنا لغايه انه وسط. زي ايه؟ زي كلمه شفاف. اولا مبتدا متصل، المقصود هو ده. المقصود هو ده. مبتدا متصل مفرد حتى لو بتاع كلمه اهو مبتدا متصل هو وسط. يبقى مش دي، لا ده اهي اتصلت بالشين واتصلت بالالف بعديه اهي. اتصل من هنا واتصل، والاتصال بيبقى على صوت بالصوت. اخر حاله، لان ده من الحروف اللي بتجري 4 حالات. اخر حاجه عندنا ان هو يكون متصل منتهي. يبقى متصل منتهي، خلي بالك هو اتصل من هنا وهيبقى كامل، اتصل من هنا اهو، اتصل من هنا وهيبقى كامل. يبقى عندي حاجتين، يبقى الحرف كبير كده، ان هو يبقى مفرد او متصل منتهي. يبقى متصل منتهي اتصل من هنا وهو منتهي. زي كلمه شريف، المقصود فين؟ اهو يبقى احنا بنتكلم على حرف الفاء. يبقى اشرف فاء، فن اهو فاء مبتدا متصل، وسطي شفاف اهو وسطي في النص يعني متصل منتهي شريف. تمام. يبقى ده حرف الفاء. احنا معلش ماشيين واحده بواحده، لكن احنا بنبقى سعداء جدا واحنا بنلتقي مع حضراتكم. وبرضه بسرعه الى اللقاء في حلقه قادمه، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.